اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم اسلام مندو. انا النهارده جاي اقدم لكم كورس فوتوشوب من تحت الصفر للاحتراف. اتمنى انك تتابع الحلقات الجايه كلها عشان تحترف الفوتوشوب من الحاجات المهمه اللي لازم تبقى معاك. حتى لو انت شغال في اي مجال فانت بتحتاج فوتوشوب، وتقدر برضو بالفوتوشوب ده تشتغل شغلانات ووظائف كتير جدا. وممكن تبقى فريلانسر، ممكن تشتغل في شركات. دلوقتي معظم الشركات لازم يبقى عندها جرافيك ديزاينر او حد بيعرف يشتغل على الفوتوشوب. فالفوتوشوب كده كده هتستفيد منه. فالفوتوشوب اضافه كويسه قوي في السي في بتاعك حتى لو انت دارس اي مجال تاني. وفي ناس بتتعلم فوتوشوب عشان عندها مطبعه، والناس اللي شغاله في التصوير، وكل واحد بيتعلم فوتوشوب عشان مجاله. مش عايز اطول عليكم، بس انت دلوقتي هتعرف اساسيات الفوتوشوب. دلوقتي معايا هناخده كام حاجه كده ونتعرف على الفوتوشوب، ومن الحلقه الجايه هنبدا نشتغل شغل جامد خالص. انا فاهمك الدنيا دلوقتي، يعني ايه بيكسلز ويعني ايه لاير والادوات بتاعتنا والواجهه بتاعت الفوتوشوب. اول ما تفتح الفوتوشوب بيبقى منظره عامل كده بالظبط. ولو رحت على نيو فايل فانت بتبدا تعمل زي كده، تقدر تقول بروجكت جديد او صفحة لانشاء ديزاين جديد. وانت لو عندك ديزاين كنت شغال عليه قبل كده، او كنت حد مديك الفايل مثلا بتاع شغل معين وعايز انت تبدأ تكمل عليه، فبتقدر من كلمة اوبن هنا تقدر تفتح البروجكت دوت. احنا دلوقتي هنعمل نيو بروجكت خالص وهنشتغل من اول وجديد. فهنقول نيو فايل، وبعد كده من هنا بنبدأ نختار المقاسات بتاعتنا. دي اول حاجة عندنا. انا هخليه بالبكسل، وهفهمك يعني ايه بكسل. بص، مثلا احب اقول لك مثلا لو انا هشتغل على ديزاين للانستجرام مثلا. الانستجرام بيبقى الاشكال زي مربع، المقاس مثلا 1000 في 1000، 2000 في 2000. مثلا احنا نقول 2000 مثلا في 2000. ولو جينا هنا عند الريزوليوشن، ف الريزوليوشن هنا يا جماعة مهم قوي في ان دوت بيفرق في جودة الصورة. لو انت الصورة دي مثلا او الشغل ده هترفعه على النت فاحسن لك 72، لكن لو انت هتطبعه فالافضل تخليه 300. تمام، احنا عشان هنرفعه مثلا عاملين ديزاين انستجرام فاحنا هنخليه 72. نيجي عند الكالر مود. كلر مود هنا لو ار جي بي فدي حاجات هتتعرض على الشاشات، ولو سي ام واي كي فدي الحاجات الاعداد اللي هيبقى على الحاجات اللي هتطبع. ودي تفاصيل مش ضرورية هنحكي عنها بعدين. هنتك كرييت. اول ما تكنا كرييت فتح معايا الواجهة زي ما انت شايف كده. لو انت اول مرة تشتغل على فوتوشوب هتلاقي الموضوع تقيل عليك، لكن لو اشتغلت عليه قبل كده او عندك خلفية فهتبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. عندنا شوية أدوات هنا على الشمال هنشرحها بالتفصيل في الكورس دوت. دي الواجهة الرئيسية اللي أول ما تفتح الفوتوشوب بتظهر معاك. بس لو الدنيا ملخبطة كده والحاجات دي جاية كده ودي جاية كده والدنيا اتلخبطت معاك أو الشكل دوت مش ظاهر معاك، فأنت بتتك على كلمة ويندوز، ومن كلمة ويندوز ورك سبيس، وبتتك على ريسيت الشينسو. في ناس بقى بعد ما تتعود على الفوتوشوب بتبدأ تخلي كل حاجة في مكان معين عشان يبقى سهلة الوصول ليها. فدي حاجة بعد ما انت تتعود على الفوتوشوب وتتعلم عليه وتبقى محترف فانت هتشكل الورك سبيس بتاعتك. خلينا نرجعها بس زي ما كانت. اول حاجة هنشرح يعني ايه كلمة بيكسلز عشان دي مفروض تفهمها، تبقى عارفها كويس. تمام، فاحنا نعمل نقطة بالبروش، ولو اتكيت الت وعملت وزومت من البقرة كده، اول ما تزوم كده هتلاقي مربعات صغيرة ظهرت معاك. المربعات ديت هي البيكسلز، او تقدر تقول عليها وحدة تكوين الصورة. المربعات دي لما تحط جنب بعض بالطريقة ديت بتكون معاك الصورة بالشكل دوت. فعلى ما اعتقد كده انت فهمت يعني ايه بيكسل. وهنشرح اخر حاجة في حلقتنا النهاردة وهي المقدمة، وهي هنشرح يعني ايه لايرز. الفوتوشوب يا جماعة شغال بلايرز او زي ما تقول كده طبقات. نيجي من كلمة لايرز هنا، لو دي مش ظاهرة عندك فانت هتروح على كلمة ويندو، من ويندو هتختار لاير. هنلاحظ هنا ان في لاير اساسيه وهي الباك جراوند. لو رحنا دوسنا على الزرار اللي تحت خالص دوت هيعمل لك لاير جديده. اللاير دي فاضيه ما فيهاش حاجه. لو جينا بالفرشه وعملنا نقطه مثلا، عملناها في اللاير ديت، عملنا نقطه في اللاير ديت مش في الباك جراوند. فانا مثلا لو جيت على تول، اول تول اللي اقدر احرك بيها، ومسكت كده النقطه دي واتحركتها، فانا بحرك اللاير ديت. وممكن بعد كده اعمل لاير تانية واروح جايب البروش ومثلا عامل لون تاني
مثلا اخضر، ورحت اعمل كده، ورحت رايح على الموف تول وحركت كده. فانا بحرك اللاير ديت، ولو تكيت على اللاير التانية ورحت محركها فانا بحرك اللاير اللي تحتها. ده يا جماعة مفهوم اللايرز او مفهوم الفوتوشوب، ان كل حاجة بتبقى عبارة عن طبقات واقدر اتحكم فيها لوحدها. ومش هطول عليكم في الحلقة دي بالنسبة لأول حلقاتنا من كورس الفوتوشوب من تحت الصفر للاحتراف. أتمنى إنك تكون بدأت تفهم أول نقط معانا، وأتمنى إنك تكمل الكورس معانا. أتمنى إن أنا أكون ما طولتش عليك، وأنا هعمل حلقات صغيرة بحيث إنك ما تزهقش من الكورس. أهم حاجة بس تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا للحلقة اللي بعدها.